السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى جايه لكم بفيديو طلقة 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 طلقة، ما شاء الله ما شاء الله. بصوا هتاكلوه تدعوا لي. الناس اللي ليها للعكاوي، انا عارفة مش كل الناس بتحب العكاوي، احنا بنعشقها بصراحة. عندي كده 2 عكاوي اهم، غليتهم في ميه سخنه. بصوا، وبرمي بقى الميه دي، ارمي الميه دي بقى واعمل لهم ايه. هنا بقى حله فاضيه اللي احنا هنسويها فيهم. بغلي ميه الاول في الكتل، حته زبده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوح العكاوي دلوقتي. هاخد العكاوي دي هصفيها في المصفى وهشطفها شطفه حلوه وارجع لكم. وهقشر بصلتين كبار انزلهم على الزبده. ماشي حبايبي؟ بصوا يا حبايبي، دي انا مسمياها الخلطه السحريه. عملنا ايه؟ انا قلت لكم قبل كده سامحوني ان انا بصور بايد وبشتغل بايد، فعشان كده انا مش بعرف يعني اوريكم كل حاجه، بس بقول لكم انا عملت ايه. كده احنا عملنا 4 بصلات كبار مع الزبده، ورق لورا وحبهان مطحون ومستكه وفلفل اسود وملح وجزرتين، مش اكتر من كده. دي انا مسمياها الخلطه السحريه للعكاوي، انا بسلقهم بيها. بس دي تتبيله حكايه، بتخلي الشوربه طعمها حلو قوي وبتخلي العكاوي تحفه. كل الحاجات دي انا ما برميهاش، بحطها في طاجن العكاوي. احنا هنعمل طاجن عكاوي تحفه بالبصل القوارمه. البصل القوارمه ده انا مقشراه، حطي الكميه اللي انت عايزاها، قشريه واغسليه كده وحمريه الاول في الزيت قبل ما تحطيه في الطاجن بتاعك. فاحنا هنسلق العكاوي الاول وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. حطي الملح مع التتبيله، ما تقوليش لما العكاوي تخش في السوا، ده مشروع فاشل. قولك تخش في السوا دي، الحاجه لازم تطعم، الحاجه لازم تشرب من الملح يا جماعه. ما تقولوش ان احنا فراخ لحمه. حطي الملح مع الحاجه وانت بتحطيها في الحله، خلاص تبلتيها. الفراخ برضو بديها غلوه وبرمي ميتها وبعمل لها برضو بصل بس ما بحطش جزر، بصل ورورة وحبهان، وبملحها من جوه بملح وفلفل وبصل مفروم. اللحمه اللي بغلي ميتها وبرميها برضو، يعني اللحمه لازم اغليها وارميها، ما فيش حاجه اسمها قلت فايدتها راحت. اي ميكروب اي زفاره اي حاجه، وبرجع اشوحها برضو بحته زبده كده. ما عنديش زبده، بعمل لها ميه نظيفه ببصل بملح بفلفل بكل حاجه واسقطها فيها. ماشي حبايبي؟ وهنا العكاوي اهي شطفتها، نزلت كل الحاجات اللي كانت عليها، اللي بتطلع منها دم كده كده اي حاجه، بروح شطفها واحطها في المصفى وهننزل بيها بقى ايه على التتبيله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، واكون غاليه ميه، هدي اشوحها بس دقيقتين 3 واروح حاطه عليها الميه ايه السخنه. ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. كان ممكن سلقتها واجي لكم بعد ما اسلقها اقول لكم انا سلقت العكاوي وهنعمل قوارم بصل، لا، انا حبيت اوريكم انا بعمل ايه من الاول عشان تستفادوا من الفيديو. وبشكركم جدا جدا جدا. القناه بتاعتي ابتدت تتحرك، طبعا الفضل يرجع لربنا وليكم، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. وشكرا لكل الناس اللي بتخش تتفرج عليا على الفيديو كله، متشكره جدا ليكم، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم حبايبي، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. ربنا يكفيكم شر المرض ويديكم ويرضيكم ويفرح قلبكم، ودايما كده يجعلكم المجبورين الخواطر، يا رب يجعلكم دايما سبب ان انتوا تجبروا خاطر حد. ربنا يجبر خاطرنا جميعا يا رب. اهو بصوا حبايبي اهي الزبده كمان بتديها طعم. التشويحه دي بص، تيجي بقى تحطي عليها الميه وتسلقيها، ولا يطلع ريم من على الوش ولا هتلاقي فتفوته ريم، هتلاقي الشوربه تحفه والميه بتاعتها نظيفه وفله. وبحط لها برده 2 ماجي، اللي مش عايز ماجي ما يحطش، بس انا بحب الماجي بصراحه عشان ابقى صريحه معاكم. ماشي يا حبايبي؟ اهو ميه بتغلي كده، ما تحطيش ميه ساقعه ولا للفراخ ولا للحمه تحطي ميه ساقعه. وهنغطي عليها، تاخد لها ساعه تاخد لها ساعتين. الملح فيها هتتملح وتبقى طعم الحاجه حلوه، يعني متطعمه من الملح، مش تحطوا الملح في الاخر حته اللحمه تبقى مسخه. وبالف هنا وشفا حبايبي. وزي ما انتم شايفين كده هنغلي ميه ونحطها تاني نكمل عليها، وهرجع لكم لما تتسلق خالص وتتهري خالص. ودلوقتي هحمر البصل برده معاكم. بصوا حبايب قلبي كده، انا حطيت زيت اهو في الطاسه، هنزل بالبصل احمره واركنه على جنب بقى لغايه ما ايه، لغايه ما العكاوي تستوي. لازم يتحمر تحميره كويسه. وهنحمر بصل تاني
يعني مش ده اول واخر، يعني بقطع شويه بصل يجي كيلو جوليان كده وبحمره واخليه بني في نفس الزيت واصفيه من الزيت واحطه برده على العكاوي في الطاجن، يعني بيبقى خطير، مش قادره اوصف لكم بيبقى خطير ازاي. وادي العكاوي اهي بسم الله ما شاء الله، بصوا اهي تحفه، الشوربه بتاعتها صافيه وحلوه ازاي اهي. بصوا بقربها اهي ليكم، ولا فيها ريم ولا فيها اي حاجه اهي، تحفه ما شاء الله. تاخد لها بقى ساعه ساعتين لغايه ما تتهري خالص، ما استعجلش عليها، لان هي احلى حاجه ان انت تمسكيها كده تتلزق في ايدك. وبالف هنا وشفا حبايبي. احمر البصل وهوريكم بقى البصل التحميره بتاعته ازاي، واكون ايه قطعت البصل الجوليان احمره كمان بالمره. بصوا حبايبي اللون ده حلو قوي كده، هنطلعه بقى بصوا اهو، وهياخد بقى بقيه السوا مع اللحمه في البصل في الفرن. يعني مع اللحمه بحط اللحمه بالبصل اللي فيها بالجزر بالشوربه بتاعتها، وبروح حطها في صينيه كبيره او بايركس كبير، وبروح مدخلها الفرن. تفضل بقى ساعه ساعتين لغايه ما تنزل الكرمانه بتاعت البصل دي، وبتبقى تحفه يا جماعه. وبحط لها تبلها بقى ملح وفلفل كمون وكزبره ناشفه وخلطه البهارات وواحدتين ماجي، يعني بتبلها تتبيله صح. تحبوا بقى تاكلوا منها وتشموها كده يا سلام، تسلم ايدك يا ام يوسف. متشكره على كل الناس اللي اشتركت عندي، ومتشكره على كل الناس اللي بتتفرج عليا الفيديو من اول والاخر. القناه ابتدت تتحرك، والله انا فرحانه وسعيده قوي قوي قوي. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم يا حبايبي، ودايما اقدم لكم الجديد، ودايما اقدم لكم اللي تستفادوا بيه. وهنعمل بقى رز ابيض تحفه بطريقه جميله، اول مره هعمل الرز الابيض قدامكم عشان تستفادوا بيه برده، بيبقى مفلفل وحلو قوي. ماشي، نحط بقيه البصل كده، انتوا عرفتوا اللون، ما فيش الا 4 بصلات اهو، هنحمرهم ونخلص منه. وبعد كده نحمر البصل الجوليان اللي انا قطعته، هو ده البصل الجوليان هحمره تحميره حلوه، وهحطه برده على الايه على اللحمه في الطاجن او في الصينيه. بصوا حبايبي دلوقتي هنعمل الرز. حطيت يجي 3 4 معالق زيت وحته زبده وواحدتين مستكه، متهيألي شايفين المستكه بتلمع اهي ما شاء الله، تحفه. الرز بالمستكه تحفه يا جماعه، اللي ما عندوش مستكه يجيب. وهنا حطيت ميه بتاع كوبايتين، عليهم واحدتين ماجي ومعلقه ملح، دي اللي هسقي بيها الرز، واكمل الميه تاني، يعني ده مش كفايه على كيس ونص، بس انا بغلي الميه عشان الماجي، لو عندي شوربه ما بحطش ماجي. ماشي حبايبي. هنا هنحط شويه رز ابيض كده جنب طاجن العكاوي تحفه بالف هنا وشفا. الزيت بس بالزبده يسخن وانزل بالرز، رز غسليه. ماشي حبايبي، بوريكم حاجه بحاجه كده يعني ايه عشان ما نتوهش من بعض، ويبقى انا كل التفاصيل قايلها لكم. زي ما انتم شايفين الزيت والزبده سخنوا، هننزل بالرز بسم الله الرحمن الرحيم ومصفياه وزي الفل، وهنقلبه شويه بس مش هنحط ملح عشان احنا حاطين في الميه ملح وماجي. اللي مش عايز ماجي يشيل الوصفه من الماجي مفيش مشكله، يحط ميه بملح. اهم حاجه الرز يتحط له ميه مغليه، ما يتحطلوش ميه ساقعه من الحنفيه، بتفرق كتير والله يا جماعه، جربوا وشوفوا بتفرق كتير جدا. هقلبه كده بتاع 5 دقايق وبعد كده نحط الميه عليه. كده هنحط الميه خلاص كده بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتوا شايفين كده. هنكمل بقى من الكتل ميه سخنه برده اهو، عارفين رز الضحى ده بياخد ميه كتير اهو. هنسيبه بقى يغلي لغايه ما يتشرب، وبعدين نوطي عليه زي الشمعه، ولما يتشرب ويستوي هوريه لكم. يعني انا كده هيغلي كده بتاع 5 دقايق واوطي عليه. ماشي، الميه مغطياه اهو بتاع 70 كمان فوق الرز. نشوف الرز بقى بعد ربع ساعه اهو بسم الله الرحمن الرحيم، ولا قلبت ولا جيت جنبه بسم الله الرحمن الرحيم، بس ما شاء الله الله اكبر. بصوا الرز مفلفل ازاي، ولا قلبت ولا جيت جنبه يا جماعه. بصوا تحفه، والريحه جميله روعه روعه روعه، واستوى. بصوا استوى من غير ما اقلبه ولا اجي جنبه، استوى ما شاء الله اهو. الف انا وشفا حبايبي. ده جنب الطاجن البصل القورمه بالعكاوي اهو، تحفه يا جماعه. ماشي حبايبي، بألف هنا وشفا حبايبي. كده عملنا الرز قدامكم وعرفناكم بيتعمل ازاي. اهم خطوه الميه السخنه بتغلي، ما تحطيش ميه ساقعه على اي رز بشعريه بابيض، ده رز واحده لازم الميه بتغلي. بصوا حبايبي لون البصل ده حلو قوي كده.
هو ده البصل اللي انا قلت لكم هنصفيه من الزيت وهنحطه في الصينيه، وهنحط عليه البصل القوارمه والعكاوي. ماشي يا حبايبي اهو. اهو هنصفيه تصفيه حلوه من الزيت عشان احنا هنحط العكاوي بالشوربه بتاعتها اهي. ماشي، هناخد الباقي ده وارجع لكم. بصوا حبايبي كده حطينا البصل القوارمه والبصل الجوليان اللي احنا حمرناه كده. هنستنى بقى لغايه ما العكاوي تستوي، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بصوا يا حبايب قلبي كده العكاوي استوت واتهرت، ولسه هتستوي كمان في الفرن مع البصل القوارمه. انا حطيت البصل في البايركس، لقيت البايركس ده كبير وحلو حطيته فيها. بصوا هوريكم والله مهريه. بصوا بقى لها 3 ساعات دلوقتي. بصوا سايبه العضمايه اهي، شايفين. بص يا محمد جوز بنتي حبيب قلبي بيحبها. بص ما شاء الله ما شاء الله، جوز بنتي ده اغلى يعني. بصوا اغلى من نور عيني عندي، زي ولادي بالظبط. عشان لو قلت اغلى من ولادي هبقى منافقه. هو زي ابني الكبير حبيبي. بصوا حبايبي طبعا جوز البنت يبقى زي الابن بالظبط اهو. شايفين يا حبايبي؟ هنحطها بقى هنا كلها، وبعدين نصفي الشوربه، وهنحط الجزر وكله، وهنحط بقى ايه قبل ما انسى معلقه كمون صغيره. ماشي حبايبي، ومعلقتين ولا معلقه كزبره كبيره، يعني بدل ما نحط معلقتين لا مليت المعلقه كزبره كبيره. ماشي، وهنحط رشه فلفل اسود اهي، مش كتير عشان انتوا عارفين الشوربه فيها فلفل اسود برضو. ملح مش هحط ملح لان هي متشربه من الملح والتتبيله فيها ملح. هحط بس ايه ريحه تومه. بصوا ريحه يعني ربع معلقه صغيره. ماشي، وهبقى اشيل كل اللحمه دي ما شاء الله واحطها في البايركس واصفي الشوربه عليها وارجع لكم وهوريكم قبل ما ادخلها الفرن. شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه. بصوا تحفه تحفه تحفه، مش محتاجه حاجه يا ابو بسمله يا غالي. شايف العكاوي؟ خلي ام بسمله بقى تعمل لك العكاوي الحلوه دي بالف هنا وشفا على قلبكم حبايب قلبي، ولادي وجوز بنتي وكل حبايبي ومرات ابني وكلكم حبايب قلبي. ربنا يصلح حالكم جميعا. شايفين الجمال والحلاوه؟ هدخلها الفرن على درجه حراره 180، مش هنغطيها، هسيبها تدي مع بعضها ووشها هيحمر. ممكن نحط حته زبده من على الوش كده عشان تحمر وتشرب من الزبده وتبقى تحفه. مش محتاجه حاجه يا جماعه. بالف هنا وشفا حبايب قلبي. بصوا حبايبي بحب اوريكم كل حاجه، ما بعملش حاجه من وراكم عشان تشوفوا الجمال والحلاوه. حطيت لها شرايح زبده كده، حطيت لها معلقه خلطه البهارات كمان نسيت اقول لكم، دي خلطه البهارات المصريه. حطيت لها معلقه كده. هدخلها الفرن هتقعد لها بتاع نص ساعه، واما تطلع هوريها لكم. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. شايفين الجمال والحلاوه؟ معلش الفيديو طول شويه بس سامحوني هتستفادوا منه. احلى عكاوي واطعم عكاوي زي ما انتم شايفين كده، بيتكلم عن نفسه. وشويه رز ابيض بالف هنا وشفا تحفه. مش قادره اوصف لكم الجمال عامل ازاي. بصوا بصوا العكاوي، بصوا يا جماعه، بصوا اللحمه، بصوا اللحمه يا جماعه، بصوا ما شاء الله تحفه يا جماعه. بالف هنا وشفا حبايبي. مش قادره اختم الفيديو، مش عايزه اختمه من الجمال والحلاوه والريحه. يعني انتوا لو معايا هتشموا ريحته فظيعه. بالف هنا وشفا حبايبي. ولو عجبكم الوصفه والرز بصوا مفلفل وجميل وتحفه وروعه، اعملوا الرز بنفس الطريقه دي تحفه تحفه والله العظيم يا جماعه. بالف هنا وشفا حبايبي. مش قادره اغرف لكم لان احنا مش هناكل دلوقتي. لو عجبكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. دوسوا على كلمة الكل عشان اي فيديو يعني دوسوا علامة الجرس، وبعد كده دوسوا على كلمة الكل عشان اي حاجة انزلها توصل لكم. وقولوا لي ايه رأيكم في طاجن العكاوي طلقة بألف هنا وشفا حبايبي للي هياكلوا. واشوفكم على خير، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم، واتمنى لكم كل خير من كل قلبي. كل الناس اللي بتشجعني وبتتفرج على الفيديو وتشجعني واشتركت عندي، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. معلش سامحوني مش بعرف اتكلم، انا بتكلم بطبيعتي. شكرا يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.